مرحبا عيوني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير يا ربي. حلقتي لهذا اليوم راح اسوي كيكة التفاح والبلوبري، فشي كلش طيب، وراح اراويكم خطوة خطوة شلون راح اسويها. عيوني الخطوة الاولى احط 3 بيضات، يعني هي كيكة عادية بس احنا نضيف لها اشياء. احط كوب شكر فوق ال3 بيضات، احط الفانيلا فوق البيض والشكر واسويها بالماكينه. بعد ما طرقت البيض والشكر والفانيلا احط 3/4 الكوب زيت، احط نص كوب لبن، تصير الكيكه هشه من واحد يحط لبن. حطيت نص بعد يعني 2.5 كوب طحين. احط شويه حليب، يعني هيك القوام مال الكيكه اريده. قطعت لي تفاحتين مكعبات هيك صغار، احطهم فوق الخليط مال الكيكه. بما انه حطيت تفاح، فالتفاح يحب الدارسين اللي هي القرفه السينامون، احط رشه خفيفه يطلع كلش طيب. احط كوب بلوبري ويا التفاح، ينطي نكهه كلش طيبه للكيكه، ونخلطه سويه. احط شويه جوز اكسر، وهذا اختياري، يعني اللي عنده حساسيه من الجوز ماكو داعي يحط، بس هذا يعني اختياري بكيف الواحد. اني شغلت الفرن على 150 زين اني، واحطه الخليط بالقالب مال الفرن. عيوني هسه اني احط لوز هذا المقشر، احطه على الوجه مال الكيكه هيجي، واحطها بالفرن. هلا عيوني، هسه الكيكه مالتي صارت جاهزه، حطيتها 50 دقيقه على 150 درجه الحراره. احط عليها ايسنج شوجر. هسه اني قطعت لي قطعه تشوفوها شلون تطلع بالبلوبري والتفاح، فشي خبر. وخدرت لي استكان شاي ويا الكيك، يطلع فشي رائع. زين عيني، وان شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم. مكانكم خالي وسهمكم العافيه، تحياتي.